كريم زي ما انت قلت كده، تحس انه تعرف يعني من اول مرة تعرفه بقالك 20 سنة. اولا سينمائي لاقصى الحدود، لان كريم هو عاشق للمهنه دي وعاشق للتمثيل ومثال للالتزام. رحت البيت ومسكت الورقه وقعدت ابص الورقه كده وقلت انا مستقبلي كله في الورقه دي. ابتديت الرحله من هنا. بص، هي النجومية فترات، وكل ما كانت فترة تألقك كبيرة كل ما يكون تأثيرك أكتر في تاريخ السينما، وكل ما يعدي عليك الزمن وأنت فوق في التوب ده بيثبت إمكانياتك كممثل. في حلقات اللي حصل سواء اللي أنا عملتها أو اللي أي يوتيوبر تاني بيعملها، هتلاقي معظم النجوم أعمالهم ماتت بعد 2010. النجم بتاع حلقة النهاردة مش كده، هو النجم اللي نجوميته بتزيد ما بتقلش لغاية ما يعمل فيلم يبقى إيراداته على إيرادات في تاريخ السينما في حتة مش الحتة اللي كانت الناس بتفضله فيها. هو ما عندوش مثلا زي هنيدي 3 عصور افلام عاليه جدا زي صعيدي وجانا البيان التالي، وعصر افلام متوسطه زي وش اجرام فول الصين العظيم، او عصر تاني افلامه فيها ضعيفه زي عنتر ابن شداد. النجم ده تاريخه كله عباره عن افلام رائعه وافلام متوسطه، ما عندوش افلام وحشه لدرجه انها تبقى ضعيفه. عادي اللي هو النجم ممكن يعمل فيلم عالي جدا وبعدين يعمل فيلم ضعيف شويه، بس ما عندوش الفيلم اللي تحت خالص. فانا النهارده عايز اتكلم معاكم عن ليه كريم عبد العزيز مميز قوي، او زي ما انا كاتب في الثامبنيل بتاع الفيديو، ليه كريم عبد العزيز يعتبر المهاجم الكلاسيكي للسينما المصريه. بس في الاول انا عبد الرحمن ودي بحب السيما. كريم بدأ وهو صغير كطفل في كام عمل من اخراج والده، بس الغريب ان اشهر دور ليه ما كانش فيلم من اخراج والده، كان فيلم مشبوه اخراجه الاستاذ سمير سيف. كريم بعد دوره في المشبوه تنع شويه على السينما، بس تقدم للناس وهو كبير في مسلسل امرأة من زمن الحب، وكان دوره هو دور الشاب المستهتر وعمله كويس جدا لدرجة انه بعدها عملوا فيلم مع احمد زكي من اخراج شريف عرفة تأليف وحيد حامد. طبعا انا بتكلم عن اضحك الصورة تطلع حلوة، اللي كريم عرف يقنع فيه شريف عرفة من اول مشهد انه يعمل الدور ده. دوره في اضحك الصورة تطلع حلوة كان جامد جدا، وخلى شريف عرفة ياخده كمان في فيلم تاني اللي هو عبود على الحدود، الفيلم اللي كريم قدم فيه جزء كوميدي لطيف من شخصيته، مش اقوى حاجة بس قاصد لنوعية هو حبها، الافلام الخفيفه. مع ان عبود اكتر من كونه فيلم خفيف ممكن نبقى نتكلم عن الجزئيه دي بعدين. الفيلم ده نجح جدا لما نزل، والكيمياء اللي ما بين الثلاثي كريم وعلاء وحلمي جربوها تاني في عمل قدام من كتر نجاحها. كريم بسبب وسامته قرر يجرب نفسه تاني في الدور الرومانسي، وجاب معاه منى زكي اللي نجحت معاه فتحك الصورة تطلع حلوة، وعملوا ليه خلتني احبك. فيلم كويس، مش افضل حاجه، مش الافضل في تاريخ الرومانسيه، وتقريبا مش محسوب على تاريخ اي بطل من الابطال سواء كريم او منى او حتى حلمي. كمان بعدها عمل فيلم انا مش حابب اتكلم عنه اصلا، يعني هو كان سيء بصراحه لدرجه كبيره. فاكر العمل التاني اللي انا قلت لك عليه اللي اجتمع ما بين كريم وعلاء وحلمي؟ العمل التاني ده كان مسرحيه حكيم عيون، مسرحيه مش واخده حقها خالص، مع اني شايف انها مسرحيه كويسه جدا تستحق نجاح اكتر من اللي هي فيه. في 2001 كريم قرر ياخد بطولة مطلقة ليه، كان فيلم كوميدي المرة دي بالجانب الخفيف بتاعه بعد الفيلم الرومانسي اللي محققش النجاح المطلوب، وكان حرامية في KG2. وبدأ واحد من أفضل الثنائيات في تاريخ الكوميديا في الجيل الجديد، كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، أحلى وان تو يطلع ضحك من الطرفين، وزود على كل ده طفل عروق. قال لها يا بيبي 3 مرات يا سيد، 3 مرات. الفيلم قصته من حيث الكتابة جميلة جدا، كل حاجة محطوط لها سبب، والفيلم كسر الدنيا وجاب ايرادات 9 مليون جنيه وده في 2001، لدرجة إن صناع السينما من كتر نجاح الفيلم قرروا ينزلوا فيلم تاني بنفس الأبطال وبنفس المخرجة، بس غير المؤلف اللي هو لولا الفضل، وده أثر جدا على الجزء التاني اللي كان كويس مقبول مفضل عند بعض الناس، بس مش بروعة الأول. بالرغم إن الثنائية الكوميدية اللي كانت ما بين ماجد وكريم اتخدمت أكتر وحطوا لها مواقف أكتر، بس في عوامل تانية تفكك، لدرجة إن الفيلم نزل من 9 مليون جنيه ل5 مليون جنيه. اخوك فطين زيد حمدان العشماوي وابراهيم محمد جابر، ها؟ لا دي تشابه اسماء. كريم قرر يرجع تاني لبلال الفضل عشان يضمن جودة أعلى شوية في العمل، وده فعلا حصل، وعملوا مع بعض الباشا تلميذ. قصة الفيلم الأبسط والأظرف، ضابط شرطة قرروا يزرعوه في صدر الجامعة عشان يصطادوا شلة تجار مخدرات، بس خلصت القصة. قصة جميلة وزي ما قلت لك سهلة. كان في قلق شوية إن في ثنائية كريم وماجد مش هتتحط تاني، بس كريم عوضها مع ثنائية مع حسن حسني، وكان بيعوضها أحيانا مع رامز جلال أو حتى مع محمد لطفي، والثلاث ثنائيات كانت بتطلع منها ميم ونكت حلو جدا، وفي منها كوميك لغاية دلوقتي عايش. الفيلم نجح وعمل إيرادات مش العالية جدا، كان جايب 7 مليون جنيه أقوم السنة اللي قبلها. بتقولوا دي؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ فقرر يرجع لبلال فضل ويقول له يخفف حتة الجزء الكوميدي ويزود شوية في الجزء الدراما، فده اللي يحصل، يعمل لنا فيلم
في جزء درامي اكبر من الجزء الخفيف، عشان برضه مش معقول يعني افلام محمد سعد بتجيب 20 مليون جنيه وافلام كريم بتجيب اكبر واحد فيهم جايب 9. فواضح ان الجانب الكوميدي من كريم او الادوار الخفيفه مش افضل اداء تتجلى فيه قدراته. وهنا ينزل لنا روعه ابو علي. خلي بالك فابو علي في ضلع تاني اتضاف هيأثر معانا في نجاحات كريم بعد كده، اللي هو المخرج احمد نادر جلال. دلوقتي احنا عندنا فيلم ابو علي، الجزء الخفيف قل والجزء الدرامي بقى هو الجزء المتصدر. الفيلم هنا كريم فيه تعقيدات للشخصيه غريبه جدا وهو اتقنها. هو شخص مش شرير بس بيسرق عربيات، عنده استعداد يتاجر في المخدرات، مش هيسيب واحده ست تحبس مكانه، ما عندوش مانع ان جوز اخته يعرف عليها واحده بس ما يمدش ايده عليها، ولو مد ايده عليها هيروح يضربه ويكسر له المكان بتاعه. مشكلته مع الضابط اصلا اللي هو مشكلته مع خالد الصاوي انه متبلى عليه، هو اصلا فوق الفيلم كان متبلى على الضابط انه بيضربه. كريم مرر كل التعقيدات دي بسهوله كانه بيلعب كوره، وفعلا قدر ينجح ويكسر نجاح افلامه كلها ويعمل بالفيلم ده 12 مليون جنيه. دي كان بس السنه دي كانت سنه بوحه اللي عمل ايرادات 26 مليون جنيه. وعشان تعرف بس برضو ان النجاح اللي حققه الفيلم، كريم كان متساوي مع محمد هنيدي في انا يا خالتي واحمد السقا في حرب ايطاليا. ان كان اصلا يعني ومعلش يعني ابو علي اعلى قيمه من انا يا خالتي وحرب ايطاليا. وعدموني العافيه فوق الركب وتحت الركب، انا بقيتش نافع يا باشا. المهم الثلاثي اللي هم كريم وبلال فضل والمخرج احمد نادر جلال قرروا يعيدوا التعاون ده في فيلم يركزوا على الجزء الدرامي اكتر، وده كان فيلم واحد من الناس، واحد من افضل افلام كريم عبد العزيز المفضله عند ناس كتير يعني عشان بس نكون صريحين. الفيلم ده شخصيته ممتازه، الاحداث اللي فيه مرسومه كويس وكمان بتشد، وكانت استعارتها من قصه الكونت دي مونte كريستو ليتيمة الانتقام موفقه جدا. التيمه دي اصلا محببه عند الناس، تخيل هتجيب لهم كريم عبد العزيز تبقى خلاص التيمه نجحت خلاص. خدت بالك من تحول كريم عبد العزيز من الفيلم الخفيف زي حراميه، بعد كده نزل الدراما شويه زي الباشا تلميذ، بعد كده الدراما الاكتر والجزء الخفيف هو الاقل في ابو علي، بعد كده دراما بس. هو عارف يمرر تحوله في الافلام بطريقه كويسه. والله يا باشا لحد كده انا مبسوط، انا كسبت كتير، اكتر من كده ابقى طماع. لغايه هنا افلام كريم فوق الممتازه وهو بيتسحب فيها كويس، وحسه كان بيتسحب من الكوميديا للناحيه الثانيه اللي هي الدراما، ويبقى زي ابرز مثال عمل الجزء ده اللي هو عادل امام. وللمفاجاه كان متربع على عرش الايرادات السنه دي فيلم عمارة يعقوبيان ب 20 مليون جنيه، وفيلم كريم عبد العزيز اللي هو واحد من الناس جاب 16 مليون جنيه. كريم بيعلى جدا كمان لو واخد بالك. كريم من سنتين اللي هو بسنة الباشا تلميذ كان عامل 7 مليون جنيه. كريم حس ان هو عمل فيلم تقيل فقرر برضه يدي الجانب الخفيف اللي بيه فرصه تانية، اقتداء بعادل امام اللي كان لما كان بيعمل فيلم درامي يعمل فيلم كوميدي فينزل بفيلم محطة مصر. وكان برضه تعاون تالت مع بلال فضل واحمد نادر جلال. كان فيلم خفيف وطريف جدا وتحب جدا لما نزل، بس ما عملش ايرادات، يا دوب جاب 6 مليون جنيه. وبالمناسبه الفيلم ده كمان مقتبس من فيلم اجنبي. تحس الناس مش متقبله الجزء الخفيف من كريم عبد العزيز، الجزء الدرامي بتاعه الناس عشقاه او عطشانه ليه، خلينا نقولها بصيغه افضل. الصيغه الحقيقيه الناس عطشانه للجزء الدرامي، وان كله بيعمل كوميدي، وان كانت الافلام الكوميدي اللي بيعملها كريم عبد العزيز طريفه وتقدرت مع مرور الزمن، بس واضح ان الناس كانت بتكافئ كريم في الافلام الدراميه بايرادات عاليه جدا. ملوش ملامح. بس الفيلم الكوميدي اللي هو في محطة مصر لما ما عملش ايرادات حصلت اشاعات ان في انفصال ما بين كريم واحمد وبلال بسبب فشل الفيلم، بس هم قرروا يردوه بفيلم اللي كان خارج عن القانون، والناس تكافئ كريم اكتر واكتر على الفيلم ده ويعمل ايرادات 19 مليون جنيه. الفيلم بصراحه انا كنت حاسه معمول عشان هم يقولوا ان احنا مش فشلنا واحنا لسه موجودين. الفيلم الاغنيه اللي هي غناها خالد عجاج مشهور عنه دلوقتي، كان في نهايه حزينه وهو نهايه اعمال الثلاثي احمد وبلال وكريم بعد سلسله اعمال دمت 4 افلام، وكانت من افضل وانجح فترات كريم عبد العزيز يعني. بعدها كريم عبد العزيز في سنه 2008 بعد الانفصال ده ما عملش اعمال، عشان بعدها في 2009 يقرر يتعاون تاني مع استاذه ومكتشفه شريف عرفة ويعمل معاه فيلم ولاد العم. لحظة تتويج كريم عبد العزيز لإيراداته في حقبة ما قبل 2010. فيلم ولاد العم كان حالة غريبة، بعد انقطاع كبير عن الأعمال اللي بتذكر الكيان قرروا ينزلوا فيلم ولاد العم. فيلم ولاد العم كان حالة غريبة بعد الابتعاد عن الكيان وذكره في الأعمال بعد رفض الهجان والسقوط في السبت، فكان فيلم ولاد العم حالة مختلفة جدا على الأفكار اللي بتتقدم في الفترة دي. وزي ما قلنا دخول شريف عرفة على الخط وإنه هيعمل الفيلم ده ادى للفيلم قوة تانية. كلانا كان شوية من ناحية مؤلف الفيلم اللي هو عمرو سمير عاطف اللي كانت أعماله قبل كده كوميدية زي تامر وشوية أو رجل ست ستات. الفيلم مش أفضل حاجة، أنا بقول لك إن ده شريف عرفة، فاهم إحنا بنتكلم عن مين؟ اللي هيقول ده شريف عرفة مع وحيد حامد وعادل إمام. يا عم لا، اسمح لي اقول لك ان شريف عرفة من افضل المخرجين اللي عدوا في تاريخ مصر. هفكر ليه؟ هو قبلها بسنتين كان عامل الجزيرة،
اكشن الجزيره خرافي، قصه ولا اروع، كادرات ولا افضل. عمر بصراحه ما كتبش الحوار الاقوى في التاريخ، بس الناتج اللي طلع لنا كان فيلم كويس، مع ان اللي يطلع كان اكتر من كده. ولا الطلبيه ولا حسن محمد ولا فيصل. ده انت عارف البلد كلها، انت جيشك كان في مصر ولا ايه يا دكتور؟ بعدين كريم قرر يرجع الافلام الخفيفه دي تاني، بس يستعين بناس بتكتب في الوقت ده او ناس معروف ليها الافلام الخفيفه بتاعتها كويسه، وكان هم هشام ماجد واحمد فهمي. طبعا ده بعد نجاحهم الخارق في فيلم سمير وشهير وبهير، وقبلها فيلم ورقة شفرة، والتأكيد على النجاح ده في فيلم ولاد العم، اللي طبعا مفهوم ان كان اسمه اسفاف على فيلم ولاد العم. المهم ان هم كتبوا له فيلم مأخوذ عن فيلم كريستوفر نولان اللي هو فيلم مومنتو، وكتبوا فيلم فاصل ونعود. الفيلم بيحكي قصة حلوة حتى لو هي مش أصلية، في اللعب على الجانب الكوميدي كان كويس بدل الجانب الحزين اللي كان في الفيلم الأصلي، وكريم عرف يعمل الجزء ده كويس. الفيلم للأسف محققش نجاح بسبب التذاكر، ده عمل 8 مليون جنيه. انت واخد بالك الإيرادات نزلت من 25 مليون جنيه في فيلم ولاد العم 8 مليون جنيه. يمكن سبب من أسباب هبوط الإيرادات إنه نزل قبل ثورة يناير ب6 أيام، ممكن، بس برضه الفيلم ما اتظلمش قوي. الفيلم ما كانش الفيلم الكبير العميق، ده كان فيلم خفيف، والفيلم نقل بعض الشهرة تاني أصلا لما اتعرض على التلفزيون. الفيلم ده ما اقتربش من التوب 10 لأفلام كريم عبد العزيز بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير كمان. جبناك لما اتجوزنا سهرنا وباع، جبناك من عند البقال يا حسن. كريم زي نجوم كتير فهم إنه بعد الثورة السينما مش هتكون الملجأ الأمان للنجوم، وقرروا يرجعوا للتلفزيون. سنة 2012 كريم قرر ينزل بمسلسل الهروب. أنا بحب المسلسل ده أوي. كريم رجع لصاحبه بلال فضل اللي كان معروف بمعارضته للنظام السابق، فكتب بلال كل اللي كان شايفه مثلا من عيوب واخطاء في النظام اللي فات عشان يبقى ذكرى للناس تتفرج عليه. الكتابة بتاعت المسلسل ده كانت رائعة بصراحة. كريم عبد العزيز هنا عمل الدور الخفيف اللطيف واللي مش مفضل عند الناس زي ما احنا وضحنا، فده خلى فيلم ما ينجحش. يعني ده حاجة متوقعة، فيلم خفيف أو عمل خفيف كريم عبد العزيز ما ينجحش، فيلم درامي وحش ينجح، متفهمش ازاي. بس الفيلم ده من سنتين ابتدت الناس تشير له مقاطع على التيك توك او حتى على اليوتيوب هنا في الشورتس، فالناس حبته جدا وابتدى يتقدر وياخد شويه كمان من النجاح اللي المفروض يحصل عليه. كنا ساعه طالعين بالمركب والموتور ما طلعت له صوت هز. نقطه نظام هنا في تاريخ كريم عبد العزيز لو ركزنا هنلاقيه مع الثلاثيه اللي هو بتاعت بلال واحمد نادر جلال، عمل مجده. هو في الفتره اللي سابهم فيها عمل افلام مش افضل حاجه، حتى المسلسل اللي عمله مع بلال لوحده هو مسلسل كان كويس، وكان المخرج اللي هو مجدي احمد علي كان كويس، بس برضه مفيش النجاح بتاعه وهو الثلاثه الافلام اللي كانت بتضرب ضرب نار دي. كريم محتاج يدور على ثلاثيه جديده، فزي ما نقول كده الثلاثيه دي كان ابطالها مخرج بقاله فتره ما بيشتغلش، وكان اخر عمل سينمائي ليه من افضل اعمال السينما المصريه وافضل عمل في السينما المصريه في اخر 20 سنه، بس هو ما عملش عمل سينمائي تاني من 6 سنين. والبطل التاني كان مؤلف عنده في تاريخه مسلسل وبعض الكتب وروايه مكسره الدنيا. مروان من كتر شغفه ان كريم يمثل معاه بعت له الفيلم مكتوب في ورق فوسكات بخط ليد كده، وفضلوا يتخيلوا في شكل الشخصيه لغايه ما طلع لها دكتور يحيى راشد بالشكل الحالي. الفيلم نزل وهوب عينك ما تشوف الا النور. مصر طلع بتعرف تعمل رعب، امال ايه اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده؟ واضح ان احنا عندنا الامكانيات بس محتاجين نشوف ناس شاطره تعملها. عالم الجن هو متقدر اصلا عندنا في الجانب العربي بدليل نجاح الفيلم ده ونجاح سلسله زي سلسله سجين مثلا. كريم قرر يغير من جلده ويلعب على الجانب النفسي فيه، يعمل عمل بطله مشاعره هو الداخليه، وحوار اجرأ كتير من الاعمال اللي عملها قبل كده، ونزل الفيلم عمل ايرادات 31 مليون جنيه. احنا فكرنا خلاص كده كريم واحمد ومروان هيعملوا اعمال اكتر من انها ثلاثيه، وثلاثيه نجحت جدا في عمل ككتابه كويسه، كاخراج كويس، كتمثيل كويس، كفيلم كمجمل كويس. اتجوزت غالبا هجيلك ازورك. انتوا الاتنين هتيجوا تزوروني ولا ايه؟ لا، كريم قرر يركز مع التلفزيون عشان يحقق النجاح اللي معرفش يحققه بمسلسل هروب، وينزل لك بمسلسل وش تاني، ويعمل برضه الدور الخفيف وينزل لنا المسلسل. بص، كوبي بيست نفس النجاح مسلسل هروب. محدش قدره في الموسم، يعني محدش قدره في الموسم اللي نزل فيه، وبرضه لما اتشهر في فتره مقاطعه تيك توك نجح. ده دليل على نجاح العمل، يعني عمل عدى عامل الزمن، ولما عدى عامل الزمن نجح اكتر، فدليل ان عمل كويس. كريم حاسس ان خلاص هو لازم ينجح تلفزيونيا، بس الناس مش متقبلها في الجزء الخفيف، وقرر ينجح بالجزء الدرامي. كريم قرر السنه اللي بعدها ينزل بمسلسل الزبد. بوم، كريم نجم من نجوم الموسم الرمضاني. كريم قرر يجتمع تاني مع شريف منير ويحققوا نجاح تاني زي نجاح ولاد العم. انا مش عايز اشرح لك ازاي نجح، بس انا اقول لك جمله واحده: احنا بقالنا 7 سنين مستنيين الجزء التاني. احلى كلام في الحياه، بس يثبت لك ازاي فعلا كريم عرف اخيرا ينتصر تلفزيونيا. كريم لسه نفسه الناس تقدر شخصيته الخفيفه، وقرر يرجع تاني للسينما بعد غياب 5 سنين وينزل لنا فيلم نادي الرجال السري، وقرر يرجع فيها بالثنائيه اللي كانت ورا اكبر نجاح افلام الخفيفه، ثنائيته مع ماجد الكدواني.
الفيلم الثنائيه فيه كانت كويسه جدا، والنكت اللي كانت فيه لطيفه جدا. الفيلم حقق 60 مليون جنيه. اهو كريم عدى الفيل الازرق بالضعف كمان. التعويم. افلامه الكوميديه بتنجح. كريم قرر يرجع للثلاثيه بتاعته اللي كان بداها مع احمد مراد ومروان حامد ويعملوا الفيل الازرق 2. طيب بس مفيش جزء تاني من الروايه. لا، احمد يكتب السيناريو بس خالد مش هيعمل الجزء التاني، وهيظهر مشهد بسيط هنجيب مين مكانه؟ هند صبري. بس هل هتقدر تشيله؟ لو هي كامكانيات تقدر تشيله صراحه، بس النص ما كانش كويس خالص. اتقسمت الناس من ناحيه والنقاد من ناحيه تانية. النقاد شافوا ان الفيلم مش من مستوى التوقعات، بس الناس عجبها جدا لدرجه انه عمل 100 مليون جنيه، وكان اول فيلم يوصل للرقم ده. كريم لسه برضه عايز يحاول تاني مع الشخصيه الخفيفه اللطيفه. بعد انقطاع سنتين منهم سنه الكورونا ينزل لنا البعض العزب للمزوم مرتين. الفيلم كان نفس كاست نادي الرجال السري، بس غير المخرج، وده اثر بشكل كبير جدا على العمل، على الرغم من المخرج اللي جه كان احمد الجندي. الاعمال الكوميديه من علامات ال20 سنه الاخيره، سواء كانت على تراجع الاستسلام او حتى الكبير، فمثلا ما غيروش بمخرج اوحش، بس الكتابه ما كانتش موفقه خالص المره دي. الفيلم عمل 42 مليون جنيه، اقل من النص للفيلم اللي قبله. فكريم خلاص حس ان الخفيف مش هينفع، فيرجع للثلاثيه تاني ويعملوا معاها بعض كيرة والجن. بوم، الباتشينو وروبرت دينيرو هينزلوا بيت الجزء التاني. لا سوري، احمد عز وكريم عبد العزيز هيجتمعوا مع بعض. الفيلم كان كويس، التصوير فيه جميل، بس الحذف اثر جدا في الجزء الاخير من الفيلم. خلينا نقول الجزء اللي بعد الاستراحه، نقول الحذف كان ممكن يبقى احلى من كده. كريم لسه مصر انه ينجح في الافلام الخفيفه، لانه معتبرها افلام بتعتبر راحه ليه وللجمهور من الافلام التقيله، وكمان يعني زي ما تقول كده حته الفنان لازم انجح انا في الناحيه ديت. بس قرر يلعبها بشكل مختلف، يجيب نجم يشيل الكوميديا كلها وهو يشيل الجزء الدرامي، وكان موقف كوميدي ليه هو لوحده، وده نجح جدا. نزل لنا بيت الروبي وعمل ايرادات 130 مليون جنيه، اعلى من الفيلم اللي كان جاي فيه احمد عز. يعني كريم عبد العزيز واحمد عز عملوا فيلم 120 مليون جنيه، كريم جه هو وكريم عبد العزيز بفيلم خفيف اخيرا جاب 130 مليون جنيه. كريم عبد العزيز عرف ينتصر في معركه الافلام الخفيفه بعد ما انتصر في معركته في التلفزيون. بص، مش كله هينجح بالعافيه، بس كريم هيفشل في التلفزيون ويجرب اكتر من تجربه عشان انجح. انا مش هفرض نفسي على الناس، بس هتعب وهعمل كل اللي اقدر عليه بدل المره مليون. بس هو ليه اسمه المهاجم الكلاسيكي للسينما؟ الممثل عشان يبقى اسمه ممثل لازم يكون بيعرف يمثل. سوري، بس الوضع اللي احنا فيه محتاجين نوضح فيه كلمه ممثل. كريم هو اللي هيقدم لك دراما كوميدي ونفسي واجتماعي واقنعك بيهم كلهم، ده يثبت لك ان هو ممثل كويس. كريم عكس كل نجوم جيله تاني زي ما قلت لك، ما عندوش فترات الوعي قوي، بس عنده فترات غياب كتير، وده فعلا هو حاجه بتضايق منها، وقرر ان هو لازم يعمل افلام كتير. ولما عمل افلام كتير ما عملش افلام وحشه. يمكن البعض لازم ينزل مرتين دول في وسط الزحمه اللي عملها. يعني هو عمل 4 افلام، الفيل الازرق، نادي الرجال السري، البعض لازم ينزل مرتين كده وكده. هو في وسط عمل لك 5 افلام منهم فيلم يعني قليل، والاعمال بتاعته لو بتنجحش مع الزمن بتبقى احلى. يمكن هم عملين زي ما قلت لك اللي هم وحشين، او ممكن نقول متوسطين، فده يثبت لك ان الراجل ده ممثل كويس، ممثل جبار. والتغير اللي كان بيعمله ما بين التنوع ده كان تغير صحيح. مد في عمره ما موتوش زي ما موت ناس كتير. مش هنفضل نحلب بالشخصيه. بس كده اكون انا خلصت. في الكومنتات تحت قول رايك زي ما تحب، وما تنساش يا اخواننا من صالح الدعاء، ولو تقدر تتبرع انا هحط اللينك فوق الكومنت. لو الفيديو عجبك لايك وشير، ولا حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمه وفي جديد لسه ينزل بعمل فلوج. وبس كده، سلام.